تفاصيل وفاة الفنان عادل العتيبي قبل ظهور عمله الجديد على الشاشة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل أي تفاصيل لايك للفيديو، اشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. غيب الموتى الفنان السعودي عادل العتيبي قبل عرض أحدث أعماله ثرو تاركا مسيرة فنية امتدت لأكثر من 25 عاما في الدراما والكوميديا. ولم يمهل الموت الفنان السعودي عادل العتيبي لرؤية عمله الكوميدي الجديد على الشاشة، إذ رحل تاركا خلفه إرثا فنيا امتد لأكثر من 25 عاما، سجل خلالها حضورا بارزا في الدراما والكوميديا السعودية. ومن المقرر عرض المسلسل الذي أخرجه جلال السلمي خلال الفترة المقبلة عبر منصة سي تي في، ليكون بمثابة الظهور الأخير للفنان الذي ظل ملتزما بفنه حتى أيامه الأخيرة. سادت حالة من الحزن الشديد جدا جدا داخل الوسط الفني في المملكة عقب إعلان وفاة العتيبي، حيث حرص فنانون ومتابعون على نعيه بكلمات مؤثرة مستحضرين مسيرته الفنية وأدواره التي تركت أثرا واضحا في ذاكرة المشاهد السعودي والخليجي، خاصة في الأعمال التي جمعت بين الطابع الكوميدي والطرح الاجتماعي. بدأت مسيرة العتيبي الفنية عام 1999 من خلال مشاركته في مسلسل شؤون عائلية قبل أن يثبت حضوره كأحد الوجوه المعروفة على الشاشة. وتنوعت أعماله بين الدراما الاجتماعية والكوميدية، حيث شارك في عدد من المسلسلات من بينها الزمن والناس وعندما يكتمل الأمر. ارتبط اسم العتيبي بسلسلة طاش مطاش، حيث شارك في أجزائها السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، مسهما في نجاح أحد أبرز الأعمال الكوميدية في الخليج. كما شارك في سيلفي إلى جانب ناصر القصبي، والعودة إلى إضافة العمل الدرامي روميو ويليت الذي عُرض هذا العام وحقق تفاعل كبير جدًا، جدًا مع الجمهور. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، اللهم آمين يا رب. انتهى الفيديو مع حضراتكم ومع السلامة.